انتوا عارفين ان انا بحب اقدم لكم وصفات سهله وسريعه علشان ما تاخدش منكم وقت ولا مجهود. الفرخه القمر اللي قدامكم دي انا ولا سلقتها ولا حمرتها، عملتها بطريقه في منتهى السهوله. كمان عملتها بتتبيله رائعه جدا جدا، طعمها فعلا في منتهى الروعه والجمال. انا متاكده لو شفتوا الطريقه دي فعلا مش هتبطلوا تعملوها من سهولتها ومن طعمتها. بتمنى تنوروني وتشرفوني وتشتركوا في قناتي اسمها مطبخ ناهد فاروق، وبفرح جدا جدا من اللايك والشير الحلوين بتوعكم. الاول انا كان عندي فرخه وزنها 1.5 كيلو وممكن تستخدموا 2 كيلو. الفرخه دي انا غسلتها كويس ونقعتها في ميه كان فيها يعني عصرت ليمونتين، وحطيت فيها نص ملعقه من الجنزبيل بيشيل اي روايح غير مستحبه من الفراخ، وملعقتين ملح وملعقتين سكر. سبتها متنقعه حوالي ساعه واحده بس، وبعدين شطفتها. التتبيله القمر اللي هنستخدمها النهارده سهله جدا ومكوناتها بسيطه جدا جدا: بصلتين، طماطمتين، حبه فلفل، ونص ملعقه من الثوم المفروم، او لو مش عندك ثوم مفروم ممكن تستخدمي 3 فصوص من الثوم. كمان انا عصرت ليمونه واحده بس، عصير الليمون ده بيشيل اي ريحه انتوا ما بتحبوهاش من الفراخ. هنجيب الكبه وهنحط فيها الحاجات دي علشان نطحنهم كلهم كده مع بعض. انا ضفت البصل مع الطماطم مع الفلفل في الاول، وبعدين هضيف فيه عليهم عصير الليمونه، دي ليمونه واحده بس انا عصرتها. وبعدين هضيف عليهم ملعقتين من الزيت. الزيت بيخلي الفراخ برضو تبقى طريه جدا من جوه. وبعدين هضيف ملعقه صغيره مليانه من خلطه السبع بهارات او خلطه توابل اللحمه، ولو مش متوفره عندك ممكن تستخدمي ملعقه من خلطه بهارات الفراخ. كمان ضفت ربع ملعقه من الفلفل الاسود، وضيفوا ملح لان دي الحاجه الوحيده اللي احنا هنضيف فيها الملح، يعني احنا مش هنضيف ملح لاي حاجه تانية. هاخد شوية من الخلطة دي اللي انا هتبل بيها بعد ما فرمناها كويس كده وهركنها على جنب. وبعدين هجيب الفرخة بعد ما شطفناها من التتبيلة اللي كانت فيها، اللي هي المية والمحلول النقع اللي كانت متنقعة فيها، وبعدين هتبلها في كل حتة كده وهدهنها كويس جدا من المكونات دي اللي احنا ضربناها مع بعض دلوقتي في الكبة. اخلطوها كده كويس بره وجوه وكل حتة حتى بين الجلد واللحم. هسيبها كده في الخلطة دي حوالي ساعة. وبعدين جبت طاسه وحطيت فيها ملعقتين سمنه، ولما سخنت السمنه انا كنت فرمت بصله واحده متوسطه كده، وبعدين قلبتها. ولما دبلت البصله يعني انا مش هستنى لما تحمر ولا حاجه، وهي دبلانه كده خلاص انا قطعت الحاجات اللي هي بتاعه الفرخه، القنصه على القلب على الكبده، قطعتهم قطع صغيره جدا وهقلبهم مع البصل. بتخلي الحشوه دي جميله جدا جدا. انا نسيت اقول لكم ان انا هعمل دلوقتي الحشوه اللي احنا هنحشيها جوه الفرخه. بعد ما هحس ان هم اتغلفوا خلاص كده وما بقاش فيهم اي سوائل، خلاص دلوقتي هبتدي اضيف الرز. انا هستخدم النهارده كوبايه رز. طبعا الفرخه هتاخد اقل من نص كوبايه لان دي فرخه صغيره، لكن انا عامله كميه اكبر علشان عامله حساب اني هفرش الطبق تحت الفرخه في التقديم كده بحبه رز. هقلب الرز كويس كده لغايه ما الاقيه كده بقى مفرفر كده ومفلفل زي ما انتم شايفين، مش ماسك في بعضه. وهضيف دلوقتي التوابل برده من نفس خلطه السبع بهارات دي. انا هضيف يعني تقريبا كده نص ملعقه او ربع ملعقه على حسب ما انتم بتحبوا التوابل. كمان هنضيف الملح، ضفت نص ملعقه صغيره، وبعدين هنديهم تقليبه مع بعض كده علشان بنشط ريحه التوابل. خلاص كده انا مش هقلبهم كتير لان التوابل من الحاجات اللي هي هيربلز دي يعني بتبقى حساسه كده فممكن تتحرق. يا دوب تقليبه والتانيه وخلاص بضيف الميه. ضيفوا ميه يعني مش كتيره جدا علشان احنا هنسوي الرز ده 3/4 تسويه، مش هنسويه تسويه كامله. هقول لكم ليه. هغطيه واسيبه يستوي كده براحته على نار هاديه، وبعد ما استوى 3/4 تسويه كده هاخد منه حبه اللي انا هحشيهم في الفرخه، وبعدين الحبه الباقيين دول هضيف عليهم شويه ميه صغيرين علشان يكملوا تسويه، علشان انا محتاجه باقي الرز يكون مستوي كويس. لكن دول اللي انا اخدتهم علشان احشيهم في الفرخه لسه هيستوي تاني براحتهم جوه الفرخه. هستنى لما الرز ده يبرد، يعني ما ينفعش احشي بيه وهو سخن، وهبتدي احشي بيه الفرخه. انا بحشي الرز بين الطبقات اللي هي طبقه الجلد واللحم كده، بس ما تكتروش جامد في المناطق دي علشان بس الفرخه ما تفتحش منكم لما تستوي. وبرضو حشيت حبه صغيرين في منطقه الرقبه من فوق، وبعدين ابتديت اقفل على الفرخه. انا قفلتها بعيدان الخله، لو مش عندك عيدان الخله دي ممكن تخيطيها عادي، بس هي العيدان دي سهله جدا على فكره.
بعد ما هقفلها كويس هرجع برضو بالتتبيله اللي انا تبلتها فيها في الاول، هدهنها تاني في كل حته فوق وتحت وكل مكان علشان تاخد لون جميل في الكيس وهي بتستوي. بعدين انا كنت مقطعه بطاطس، ممكن تقطعوا كوسه او جزر او ممكن تضيفوا بسله، الخضار اللي يعجبكم ممكن تستخدموه. واخدت شويه من خلطه التتبيله برضو اللي انا كنت حاشاها على جنب وتبلت بيها البطاطس. دي الاكياس اللي احنا هنسوي فيها الفراخ النهارده، هي اكياس حراريه. الباكت بيكون فيه 5 وانا اخترت الحجم الميديم لان الفرخه بتاعتي كان حجمها صغير ما هيش كانت كبيره. لو هتسووا حجم كبير او ديك رومي مثلا ممكن تختاروا الحجم اللي هو لارج. دي السلكه اللي بتكون معاها اللي بتقفلي بيها الكيس. هاخد كيس واحد من ال5 اكياس دول وهحط جواه كده البطاطس في الاول وحطوها بالراحه علشان الكيس ما يتقطعش منكم. سويتها بايدي وبعدين حطيت في الكيس برضو مع البطاطس الفرخه. دخلوها بالراحه برضو علشان الكيس ما يتقطعش منكم. خرجت منه الهواء وخلاص كده هقفله كويس. لفوه كويس بقى وقفلوه بالسلكه اللي بتيجي معاه دي. خلاص كده تمام وزي الفل. شايفين الموضوع سهل ازاي؟ ما تحطوش البطاطس فوق الفرخه من فوق علشان تاخد لون جميل في الكيس. انا جبت صينيه وحطيت فيها حوالي 2.5 كوباية ميه، وضفت للميه دي 2 كبار من الخل علشان ما تغمقش الصينيه معايا وهي في الفرن. هدخل الصينية في فرن ساخن على اعلى درجة اول نص ساعة. بعد اول نص ساعة بوطي درجة حرارة الفرن على 160، والفراخ بتاخد معايا في الفرن حوالي ساعة وربع. لو الفرخة بتاعتك 2 كيلو ممكن تاخد ساعة ونص. ده شكل الكيس بعد ما خلاص استوى. الصينية بالرغم من ان المية خلاص خلصت منها لكن ما تقلقوش وما تضيفوش مية تاني، خلاص هو كويس كده. بصوا اول ما يخرج من الفرن بيبتدي ينكمش لوحده كده علشان طبعا تغيير الوسط من وسط سخن جدا لوسط عادي. بعدين بنعمل فتحه بسيطه كده صغيره بالسكينه علشان اخرج بخار الميه، بس ابقوا خلوا ايديكم بعيد عن الفتحه دي علشان ما تطلعش على ايديكم البخار وهو سخن فايديكم تتلسع بعد الشر. وبعدين بقطع الكيس كده بمنتهى السهوله بالسكينه. شايفين شكل الفراخ عامل ازاي؟ شكلها رائع جدا جدا. الطريقه دي في منتهى السهوله، من اجمل الطرق اللي ممكن تعملوها على فكره. البطاطس مستويه جدا جدا. ده الرز بعد ما كملنا التسويه بتاعته بنفرشه في الصينيه بتاعه التقديم، وبعدين بنضيف عليه الفراخ مع البطاطس. طبعا الصورة بتحكي عن نفسها. شكل الفراخ رائع، طعمها اروع من شكلها. عايزه اقول لكم ريحتها رهيبه رهيبه رهيبه. التتبيله دي بالرغم من بساطتها الا انها يعني بتخلي طعم الفراخ بيروح في حته تانية خالص. لو جربتوا الطريقه دي وعندكم حد ما بيحبش الفراخ انا متاكده هيحب الفراخ جدا جدا. شايفين مستويه ازاي؟ اصلا بتتقطع وانا بفرجكم عليها. يعني انا نقلتها على الصينيه بصعوبه على فكره علشان كانت هتتقطع مني لانها استوت بزياده عن اللزوم. يعني شايفين الفراخ من جوه عامله ازاي؟ بصوا كمان انا هقطع لكم حته من الصدر لان الصدر يعني اكتر حته بتكون بتاخد تسويه معانا. بصوا دايب ازاي، وكمان لون اللحم من جوه ناصع البياض. بصوا بتقطع بكل سهوله، يعني مش مستحمل اصلا. انا ماسكاها على فكره سخنه جدا جدا في ايدي. شايفين الشكل عامل ازاي؟ مش محتاج اي تعليق والله. انا بصوا بنصحكم لازم تجربوا الوصفه دي باي شكل من الاشكال. انتوا لازم تجربوها. يا رب الوصفه بتاعتي النهارده تكون عجبتكم والخطوات تكون سهله عليكم. فعلا فعلا من اسهل الطرق اللي ممكن تعملوا بيها الفراخ واطعم الطرق على فكره كمان. ما تنسوش بقى تفرحوني بلايك وشير للفيديو. اللايك بتاعكم بيوصل الفيديو لناس تانيين بيكونوا محتاجين الوصفه دي. ما تبخلوش عليا بتفاعلكم الجميل علشان انا بحبكم جدا جدا.